هاي مش بس أسهل وأسرع وصفة كب كيك بالشوكولاتة، كمان أتوقع إنه هاي أقل وصفة فيها زيت وبيضة واحدة، والطعمة عن جد رهيبة. جيبي الخفاقة وصحن حطي فيه الطحين والكاكاو والبيكنج باودر، قلبيهم كتير منيح مع بعض أو انخليهم. بوعاء تاني بتحطي السكر والحليب والزيت، بيضة والفانيلا، بنقلبهم كتير منيح مع بعض لحتى الخليط يتجانس والبيضة عندي تختفي. هلأ عندي المواد الجافة يلي حضرتها رح أحطها كلها فورا مرة واحدة فوق المواد السائلة، بقلبهم كتير منيح مع بعض. والخطوة الأخيرة هي إضافة معلقتين مي سخنة بتغلي، بقلب الخليط مع بعضه، هيك الخليط جاهز. ممكن تكتفي بالخليط هيك أو ممكن نزيد له شوي من الشوكولاتة، بحط عليها شوية طحين من قطع الشوكولاتة وبزيدها على الخليط. صينية الكب كيك عندي جاهزة، بحط فيها الأكواب الورقية بيعمل لي 12 حبة، بوزع فيها خليط الكب كيك وبضيف كمان حبيبات شوكولاتة على الوجه. دخلتها الفرن درجة حرارة 180 الرف الوسط 15 ل20 دقيقة بتكون عندي جاهزة. عن جد إنها بتشهي، لازم تجربوها طرية مليانة بنكهة الشوكولاتة، وصحتين وألف عافية.